إلغاء محاضرة الأستاذ ياسين العامري. سؤال: لماذا كل هذا الهجوم الشاسع على الشيوخ والدعاة؟ مرحبا بكم أصدقائي. أولا صلوا على الحبيب. كان مقررا أن يلقي الداعية ياسين العامري محاضرة لفائدة طلبة المدرسة العليا للتربية والتكوين بمدينة أكادير في موضوع القيم في مهنة التدريس، إذ أعلن نادي الثقافة والإعلام بالمدرسة عن تنظيمها قبل أن يتم إلغاؤها. الغريب والعجيب في الأمر هو أن الموعد لم يحظى بالترخيص من طرف الجهات المعنية، ما استوجب إلغاؤه. فربط محبو الأستاذ ياسين العامري الإلغاء بكون الدين محارب من بني جلدتنا، وجاء ذلك على صدر صفحة محبي الأستاذ ياسين العامري على فيسبوك، التي دونت أنه تم إلغاء محاضرتين للأستاذ ياسين العامري، الأولى بمدينة أكادير والثانية بمدينة سلا. وكتبت صفحة الداعية خالد مبروك: مرة أخرى مع الأسف ودائما في أكادير تم إلغاء محاضرة الأستاذ ياسين العامري التي كانت مخصصة لطلبة المدرسة العليا للتربية والتكوين. وتابع: كان الطلبة والأساتذة بالمؤسسة فرحين بهذه المحاضرة، بل طلب الأساتذة من طلبة المؤسسة أن يحضروا ويسجلوا ملخصا للمحاضرة من أجل مناقشتها في الفصل الدراسي. صلوا